صلة الرحم. في زمن أحباب رسول الله تمزقت الأرحام، تمزقت الرحم، ما بقاتش رحم. ولهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد الآن لو كان تقول له على ما تروحش لدار عمك ودار خالك ودار ولاد عمك ودار ولاد خالك ودار عمتك ودار خالتك، على ما تروحش تلقى عنده أسباب. يقول لك يا ودي ما يحبوش، يا ودي ما تكثرش على الناس حتى ما يعلوك حتى يملوك، ويقول لك خفيف الأقدام ينهان ولو كان يكون وجهه مرايا، ويقول لك يا ودي بنادم يشد رجله. كل واحد واش يتذرع. كاين اللي يقول لك هما ما يحبوش، وكاين اللي عندهم مشاكل تاع ورث، وكاين اللي عندهم مشاكل تاع هضره، وكاين عندهم مشاكل تاع نسبه، وكاين عندهم مشاكل تاع قلت لي وقلت لك وقيل وقال. تلقى حجج. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، قال له لي رحم، عندي فاميليا، لي رحم اصلهم ويقطعونني، انا نروح ليهم وما ما يجوش ليا. احنا اللي في الزمن نعيشوا في زمن اللي جا لك تروح ليه، اللي ما جاش لك ما تروحش ليه. ودوك نشوفوا واش قال النبي في هذا الكلام. قال له يا رسول الله لي رحم اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، انا نحسن ليهم وما يثقبوا لي في عيني، كما قال له تاع بكري قالوا لنا بالعود العين ويثقب لي في عيني. شوف انا بالدواء العين ويثقب لي في عيني. شوف قال له احسن اليهم ويسيئون الي. شو واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له إن كنت صادقا فيما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هذا قال لك هو الجمر الحامي، الجمر شغل لك ترمي فيهم بالجمر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المزاور بالمكافئ. اللي يجي لي وتروح لي بمعنى رديت له جاب لك كادو، رديت له كادو، ما درنا والو. احنا رانا في زمن دوك الناس ولات تماركي الكادوات. كي يجيب لك كادو يماركي، الا جاب لك فناجل رد له فناجل، واذا جاب لك كيسان رد له كيسان، حتى وانت تقدر تكبر له تجيب كادو كبير. ما تجيبش كيسان، تجيب سيرفيس. بصح يقول هو جاب لي وخر مني، هو جاب لي كيسان نجيب ندي له كيسان رد له كيسان، جاب لي طاسه رد له طاسه. شو عجيب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المزاور بالمكافئ، إنما المزاور أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك. هذا هو صلة الرحم الحقيقية. اللي ما يجيش ليك أنت تروح ليه، لأنك أنت تروح ليه لله وابتغاء وجه الله وطاعة لله. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.